السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد شوبير يثير أزمة كبيرة جدا مع نادي الزمالك بتصريح ناري وفيه سخرية عالية جدا من نادي الزمالك بسبب اللاعب مشلاك. أحمد شوبير في رسالة لإدارة الزمالك: لو أنت عاوز مشلاك يتشال من القايمة اديله فلوسه، ولو مش معاك فلوسه اشربه، الموضوع سهل ومش محتاج اللي بيحصل ده كله. ده كان تصريح شوبير سخرية واستهزاء كبير جدا بإدارة نادي الزمالك، وبسببه الزمالك رفع عليه يعتبر قضية منعه من الإعلام، وموجها الاتهام ده لوزارة الإعلام. ولكن في الآخر ما كانش محسوب إعلاميا على الأهلي، لأنه كان في قنوات خاصة أو قنوات عامة، لكن دلوقتي هو موجود في قناة النادي الأهلي. حتى لو بيقول التصريحات دي من الإذاعة أو حتى على صفحته أو على قناته الخاصة برضو أكيد، أو على قناته الخاصة أكيد، برضو الموضوع في الأول في الآخر فيه حساسية كبيرة جدا. وبصراحة أحمد شوبير مزودها شوية في برنامجه، وبيتكلم عن نادي الزمالك بانفتاح عالي جدا، وبيتكلم عن نادي الزمالك في انفتاح عالي جدا جوه قناة النادي الأهلي. وده أمر برضو مش محمود قوي، ان انت المفروض بقدر الامكان حتى لو الزمالك بيعمل كده، فاتح قناته ايام مرتضى منصور وكان بيتكلم 70-80% عن الأهلي، ولكن الأهلي بيترفع دايما عن الصغائر. احمد شوبير بيدخل الأهلي في جملة مفيدة وفي أزمة، برغم ان الأهلي بيحاول بقدر الامكان يركز في طريقه اللي هو اهم من نادي الزمالك واهم من الدوري كله. ليه؟ لان طبعا اللي جاي للاهلي بطولات عالمية ما بتتكررش بسهولة. بطولة كاس العالم للأندية دي بطولة عايزة تركيز قوي جدا من كل النواحي، اعلاميا، اداريا، فنيا، نفسيا، اجتماعيا، كل حاجة. لان البطولة دي اولا هتبقى كل 4 سنين، وبطولة قوية جدا، فالتاريخ فيها هيتمجد، لان مش من السهل اي حد يوصل بكاس العالم للأندية. لان دلوقتي في صعوبة جدا، مش سهلة ان انت توصل كاس العالم للأندية، لان هيكون كل 4 سنين، وفي نفس الوقت ان انت تحقق انجاز وتوصل لمراكز متقدمة جوه كاس العالم للأندية. الموضوع ده هيبقى من الصعب تكراره بعد كمان ما البطولة تاخد الرونق بتاعها والبريق، وتبقى بطولة رئيسية زي بطولة كاس العالم للمنتخبات.